السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هعمل لكم ان شاء الله سمك مقلي. بصوا، اول حاجة قبل ما هقول الطريقة وقبل ما دودو هتقول لكم هتعمل الخلطة ازاي، انا هقول لكم اول حاجة بتجيبوا السمك وتنضفوه. اذا كان انا هعمل سمك بولتي النهارده، تقشروه يعني تشيلوا القشر من عليه، وبعد كده تفتحوها وتنضفوها، يا اما تخلوا الراجل ينضفها لكم بره. وتغسلوه وتملحوه بقى ملح بسيط، مش تملوه ملح، لا، ملح بسيط خالص من الوش والظهر، مش من جوه، لا، من الوش والظهر، لان من جوه احنا بنحط فيه الخلطه. دودو هتوريكم دلوقتي الخلطه بتتعمل ازاي، اللي هتتحط جواه قبل بقى ايه ما نحمره. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طبعا زي ما ماما قالت هنعمل سمك اهو. هو اتنضف وبقى كويس جدا، واتنضف من جوه ومن بره، واهم حاجه يتغسل كويس قوي وتحطوا الملح زي ما ماما ما قالت كده، يعني بتملحوه. وطبعا معانا بقى بعد كده خضره وشويه توم، ومعانا ايه، فلفل بقى ايه هنحط عليه. التوم اللي معانا هنحط فلفل في الخلاط في الكبه، وهنحط عليه شويه ايه، شويه بقدونس. هنحط اهو شويه ايه، شويه كزبره كده وبقدونس. طبعا دلوقتي السمك زي ما احنا عارفين قبل ما بيتملح لازم بنصفيه، يعني بعد ما بيتغسل نصفيه كويس جدا جدا جدا، وبعد كده بنملحه ونسيبه بقى لحد ما ايه، ما هنعمل الخلطه بتاعتنا. طبعا الخلطه اللي انا عملتها ديت هنحط فيها ايه، ملح. طبعا بقى الخلطه اللي معانا دي هنحط فيها شويه ملح، شويه كمون وكزبره. دلوقتي انا بقى كده خلاص حطيت الكزبره وحطيت ليمونه، هضربه بقى كده في الكبه وبعد كده ارجع لكم تاني. دلوقتي بقى يا جماعه هنحشي واحده اهي قدامكم، تتحشي كده اهي بالطريقه دي، شكلها تحفه جدا. عايزه اقول لكم اصلا زمان انا ما كنتش بحب السمك خالص، يعني ما كنتش بحب اكله، ما اعرفش ليه. ما كنتش بحب امسكه خالص، بس سبحان الله كده واحده واحده حبيت انا مثلا اكله مشوي، بعد كده حبيته مقلي. فسبحان الله مش عارفه، فيه ممكن يكون في حد زي مثلا ما بيحبش السمك خالص، بس بعد كده حبيته، يعني كان حسيت ان لا ممكن اديله فرصه. بصوا هي دلوقتي كده اتحشت، والسمك أكلة طبيعية جدا، يعني أي حد ممكن يقدر يعمله بسهولة جدا، وسهل جدا بصراحة في عمايله. أكتر ناس أصلا ممكن تلاقوهم بتحبوا السمك اللي هم الناس اللي هم في السواحل، أكتر ناس بتحب السمك قوي بقى. دلوقتي اهو بصوا، هو دلوقتي بتحشي. بصراحة حاسة ان الحشوة هيبقى شكلها جامد قوي. دلوقتي انا حطيت اهو السمكية في الدقيق اهو زي ما انتم شايفين كده، ودي اكتر طريقة احنا بنعمل بيها، يعني اي بيت مصري بيعمل بيها، اي بيت عامة بيعمل بالطريقة ديت. بس ودلوقتي بقى نحطها في الطاسة. طبعا انا بهدلت الدنيا حواليا، فعفى الله عما سلف يعني. دلوقتي بقى خلاص اهو حطينا السمك في الزيت، سيبناه يتقدح شوية، حطينا الزيت على النار سيبناه يتقدح وقلبناه اهو، هيخلص وهوريهولك. خلاص السمك اهو خلص الحمد لله، طلعناه من الزيت خالص اهو، ريحته جميلة جدا 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 بجد. دلوقتي بقى احنا هنعمل، طبعا السمك مش بيحلى غير برز الصيادية، هنعمل معاه رز صيادية، هعمله وهوريكم بيتعمل ازاي، خليكم معانا. دلوقتي بقى هنعمل طريقة الايه، رز الصيادية. معايا بصلتين كبار قطعتهم وهنفرمهم في الكبة. هنفرمهم كويس جدا عشان خاطر ما يبانوش معانا في الايه، في الرز لما يتعمل. يعني هنا حاطه البصل على نار متوسطه اهو، ده شكله كده بعد ما حطيته. طبعا انا هنا اهو حطاه على النار اهو، حطاه على نار متوسطه عشان خاطر ما يتحرقش. تمام. طبعا هو هنا يبان ان هو كتير، ولكن بعد ما بيتحمر ايه بيكش كده، بيكش شويه، فهنفضل نقلبه كده على نار واطيه شويه، مش واطيه، متوسطه يعني، لحد ما يتحمر ويدي لون ايه، الجولد كده او الذهبي يعني. طبعا انا اهو بقلب، نفضل نقلب لحد ما يدينا لون الايه، الجولد الذهبي يعني. بس اهم حاجه ما نعليش النار عشان خاطر ما يتحرقش معانا. بصله اهي زي ما احنا شايفين احمرت خالص،
وادت لون اللي هو اللون زي ما انا قلت لكم، اللون الذهبي ده. قلت خالص عن الاول، يعني الاول كانت كتيره، دلوقتي قلت خالص. دلوقتي بقى هنحط عليها الايه، الميه. دلوقتي بقى انا خلاص البصله اهي اتحمرت ونزلت عليها بالميه. حطيت بقى التوابل بتاعتي، فلفل اسود، كمون، ملح. دي التوابل اللي انا حطيتها. في ناس بتحط كركم، على حسب التوابل المتوفره عندك بتحطيها. في ناس بتحط كزبره برضو. بس بستنى بقى لحد ما الميه دي بغطيها لحد ما تغلي، وبنزل عليها بالرز على طول. ودي كده وصفة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. سمك ورز مفلفل جميل وسلطة جنبيه، ويا رب تكون عجبتكم، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. دي كده بقى خلاص وصفه النهارده. رز وسمك، رز صياديه وسلطه. الرز الصياديه بصراحه انا مش عارفه هو ليه اسمه رز صياديه، يعني هل عشان احنا مثلا بنصطاد السمك فعشان كده اسمه رز صياديه؟ اللي يعرف ليه اسمه رز صياديه يقول لنا في الكومنتات. وان شاء الله باذن الله نشوفكم في وصفات تانية جديده. ما تنسوش تعملوا بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.